السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة سارة. اليوم راح تشوفوا معايا كيفية تحضير بريوشة كبيرة. تقدروا تحضروها الفطور الصباح ولا القهوة العصر، تجي بزاف خفيفة. شوفوا معايا الطريقة للأخير. إلا عجبتكم ديروا لايك وشاركوا في القناة بالضغط على الزر الأحمر الموجود تحت الفيديو ليصلكم كل جديد قناة سارة. الآن شوفوا معايا الطريقة والمقادير. هنا عندي كاس حليب دافي، مغرف كبيرة خميرة، عندي بيضة، البياض نحطه في العجينة والصفار ندهن به من الفوق، عندي زوج مغارف كبار سكر، والسكر يبقى حسب الذوق تقدري تزيدي، نص مغرف صغيرة ملح، وزوج كيسان فرينة. نبدا نحط الحليب يكون دافي، لانه هذه البريوشه تقدري مثلا تحضريها الصباح بكري ما تطولش بها تسجالك. الحليب يكون دافي باه يطلع لك ليه ولا يعني بسرعه. انا حطيت الحليب، ضفت السكر، نضيف الخميره، نخلطهم شويه ونبدا نضيف الفرينه. هذا الكاس الاول. الكيسان تاعي انا كيما نقول لكم الكيسان هادو يهزوا 250 مليلتر يعني 4 اطره. نزيد الكاس الثانيه تاع الفرينه، درك نستعمل يدي، نضيف الملح، بياض البيضه، ونلمها. العجينه راهي تجي تسمى جاريه، تجي سائله تلصق بزاف اليدين. هنا خلصنا العجينه نبداو نعجنوا فيها. شوفوا معايا كيفاش نعجنوها لمده 2 دقائق ولا 3 نعجنوها يعني كمامه هكا. نبقى نهزو كيما راكم تشوفوا تسمى في الفيديو 3 دقائق وانتي تعجني فيها هكا. راهي سهله لانها طريه. درك نلمها بعد ما نعجنها، نكمل نعجنها هنا ونلمها ونغطيها بالبلاستيك ونخليها تخمر. بما انه الحليب كان شويه دافي مليح ما راحش تاخذ لنا وقت طويل. انا هنا ربع ساعه طلعت لي يعني خمرت. هنا شوفوا معي بعد ما طلعت الحجم تاعها يتضاعف عفوا، ويوليو فيها هذوك الفقاعات تاع الهواء. هنا عندي البلاطو، هنا ماهوش كبير بزاف، عندي هذه تاع لي طاخت برك، عندي المول هذا تاع لي طاخت نحط فيه ورق الزبده بيان سور لان العجينه تسمى جاريه وقادره تلصق لك في البلاطو. نبدا نخدم، لازم يديك يكونوا تسمى مدهونين بالزيت. تهبط العجينه، شوفوا العجينه راهي تبان باللي جاريه وتبان باللي طالعه تاني. نحط العجين تاعي في البلاطو. كما قلت لكم تخدموها غير بالزيت، لازم يديكم يكون فيه شويه زيت. نحلها مليح. كما قلت لكم البريوشه تاع اليوم انا حطيت فيها 2 مغارف ونص سكر. نتوما المورف يبقى السكر يبقى حسب الذوق. نتوما لكن حبيتوها تكون حلوه زيدوا لها اكثر، حبيتوها تكون ناقصه حلاوه كما تحبوا. انا ب2 مغارف ونص جاتني نص نص كما البريوش العادي. شوفوا هنا بعد ما طلعت، بعد ما نطرحها نزيد نخليها تطلع. شوفوا هنا معايا كيفاه طلعت، راهي تبان طالعه في هذوك الفقاعات تاع الهواء. نزيد نحط في يدي شويه زيت، هذه جوست للتزيين برك. انتي حبيتي تخليها هكا وتدهنيها بعدها وتحطيها كما تحبي. انا شتيت اليوم نزينها شويه. وندهنها بصفار البيض. حطيت فيه شويه حليب وشويه سكر، شويه برك مش بزاف.
وندهن به البريوشه من الفوق. هي شويه تجيك الخدمه هذه صعيبه لانه البريوشه طالعه وخفيفه. حاولي كيفاش تدهنيها بشويه باه اللون تاعها من بعد يجيك باهي. بعد ما ندهنها نحط فوقها. انا اليوم حطيت الجلجلان، انت الا حبيتي تحطي السكر تحطي سينوش كما تحبي. انا هنا حطيت الفرن تاعي يسخن على درجه حراره عاليه. درك نحط الجلجلان ونحطها ديريكت في الفرن، وراهي ما تاخذش وقت بانه العجينه شويه ما تاخذ وقت لا في العجين لا في الطلوع لا والو. تقدري تسجيها في وقت قصير يعني، والنتيجه روعه اكيد راح تعجبكم. نحطها في الفرن. درك تشوفوها بعد ما جبتها هذا هو الشكل تاعها. دوك نحيها من المول ونقصها لكم تشوفوها. شوفوا معي كيفاه تجي هشيشه، تجي خفيفه يعني رايعه. نحلوها نشوفوها من داخل. هاهي هذه هي النتيجه تاع البريوش تاعنا تاع اليوم. نتمنى يا ربي الفيديو تاع اليوم ينال اعجابكم. الى عجبكم ديروا لايك وشاركوا في القناه. سلام.